السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ طلاب حبايبي طلاب الصف الثاني الثانوي، اهلا وسهلا بيكم. موعدنا دلوقتي بامر الله مع حصة رقم 4 في فرع الجبر، ودرس النهارده بعنوان التمثيل البياني لبعض الدوال الخاصة. حصة من الحصص الممتعة، حصة من الحصص اللذيذة جدا. النهارده بامر الله هنتكلم مع التمثيل البياني ونتعلم ازاي نرسم الدوال. بالرسم احنا كان عندنا الرسم ده زمان يا مستر، بنمثل بقى دالة وبنعمل جدول وبتاع والقصة دي. لا، النهارده بنبدا نتخصص في تمثيل الدوال وبنعرف بعض اشكال الدوال الاساسيه اللي مكمله معانا على طول. نبدا يا رجاله، وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا. حصه من الحصص الممتعه جدا جدا جدا. بس في البدايه كده صديقي حابب انوه عن حاجه، ان الحصه دي مرتبطه ارتباط كلي بالحصه اللي جايه. يعني ايه؟ يعني انت الحصه اللي جايه مش هينفع يعني ايه تدوس فيها، ولا ينفع تعرف افكارها ولا تشوف شرحها غير لما تتقن حصه النهارده اتقان كويس جدا. فعشان كده حصه مهمه. يلا نشوف هنتكلم عليها. الراجل بيقول لك الصوره الاساسيه لبعض الدوال الكثيره الحدود، او التمثيل بيان لبعض الدوال الكثيره الحدود. هنتعلم النهارده بقى نرسم اللي هو الرسم العادي. بس انا في البدايه كده عايز اعمل لك مدخل كده لذيذ قوي يا صديقي، واقول لك تعالى فاكر زمان وانت صغير بقول لك مثل بياني. كان زمان ما تفرقش معاك بقى الداله اللي هتجيلي هوب صباح الفل هعمل لها جدول واروح ارسمها. كلام لذيذ. هنعمل جدول. طب كان عندنا نوع داله خطيه، داله تربيعيه اخري خالص مع الاعدادي. طب لما تجيلي داله زي اللي قدامي دي ارسمها ازاي؟ اولا من ح الى ح، ده المجال المقابل. فكنا زمان يا هندسه بنقول لك بص روح اعمل لي جدول كده ظريف خالص اهو، ماشي. والجدول ده يا صديقي كنا بنروح نسميه هنا س، وهنا ده السين اللي هي صاد، ونروح نفرض السين بقى 3 ارقام، مثلا 0 1 سالب 1، اي 3 ارقام 0 1 2 تحر. شيل السين وحط 0 طلعت لي 0، شيل السين وحط 1 هيطلع معايا سالب تلت، شيل السين وحط سالب 1 طلعت تلت. فكنا زمان يا صديقي بنقول لك بقى هوب يلا يا معلم روح ارسم. فين 0 و0 هنا؟ فين 1 وسالب تلت؟ 1 وسالب تلت تحت شويه كده يا مستر، ماشي. فين سالب 1 وتلت؟ لا سالب 1 وتلت فوق شويه كده يا مستر. وانت كنت يا صديقي هوب بتشوم جاي شد خط كده، وكنت انت حتى تضحك علينا زمان وانت صغير وتقول لي بص يا مستر انا يعني ايه بظبط الثلاث نقاط قصاد بعض واطير على طول بالخط. جدع، برافو. والكلام ده في حصه النهارده. اصبر انا بفكرك كنا بنرسم ازاي. طيب تعالى لهنا. صباح الفل. ايه ده بقى يا استاذ؟ الراجل مديني فتره من سالب 1 ل2 وداله. خلاص انا ما كانتش بتفرق معايا. بص اي حاجه كانت بتيجي قدامي كنت برسمها زمان. بص يا محترم، ايه يا باشا؟ اهو يا عم الحاج احمد، انت مديني الارقام من سالب 1 ادي سالب 1 لحد ال2 يبقى سالب 1 0 1 2. وخلي بالك ان الاثنين مفتوحه فعندها دايره مفتوحه، دي تخلي بالك منها. ونروح نعوض يا مستر. اعوض ازاي يعني؟ شيل السين وحط سالب 1 في 2 بسالب 2 وسالب 1 سالب 3. حط 0 يطلع لك سالب 1. حط 1 2 ناقص الواحد، 2 ناقص الواحد كام؟ 1. 2 في 2 ب 4، 4 ناقص الواحد 3 عم احمد. ونروح هوبا نشد خط. فاكر؟ يلا تعالى افكرك. هتقولي سالب 1 وسالب 3. هنا سالب 1 سالب 3 دي اكيد مش سالب 3 تحت اهي عند السالب 3 عم احمد. وبعد كده 0 سالب 1. الصفر اهو. الصفر فين؟ الصفر اهو. وبعد كده سالب 1 ادي سالب 1 يا عم احمد، ماشي. وبعد كده 1 وقصادها 1 يا عم احمد، ماشي. وبعد كده 2 قصادها 3 يا عم احمد. وخلي بالك بقى دي تبقى دايره مفتوحه. ونروح نقوم جاي شادين الخط برده بتضحك عليها زمان بيه، ونقف نهو كده وخلاص، وده دايره مقفوله واحنا كده رسمناها. طب ما الرسم ده جميل اهو. الرسم ده زي الفل اهو. ايه المشكله يعني؟ انا مش شايف فيه مشكله خالص. لا ان شاء الله مفيش مشاكل، بس ده وانت صغير. طيب انا لا استنى بس، ده انا عايز ازود لك كمان واحده. اقول لك خد ارسم دي. مثل بيانيا الشكل اللي قدامك، ماشي. في هنا حته مهمه لازم تكون عرفتها السنه دي بقى، ان هو ده المجال يا معلم. وده المجال المقابل اللي هو المدى، ماشي. الراجل بيقول لك الداله بتاعتك داله س اس 2 ناقص س على السين. تقول لي هروح ارسمها على الشكل ده واروح اعوض. قال لك لا، ايه رايك لو بسطتها شويه؟ ابسطها ازاي يا استاذ احمد؟ كده مثلا يعني تيجي تقول لي داله س تساوي البسط هناخد منه س مشترك، ماشي. يفضل معايا هنا يا صديقي س ناقص الواحد على س. طير ده مع ده، اصبحت الداله هندسه في ابسط صوره س ناقص الواحد. ايه الدلع ده؟ ارسم حاضر. هنا داله عاديه اهو، اعمل لها جدول. اعمل يا عم جدول، محدش له حاجه عندك، وهات اي 3 ارقام بمزاجك. والله بص مش هفرض عليك حاجه. هتقول لي بص هاخد يا استاذ احمد 0 1 وسالب 1. يلا ها، حط 0 طلعت سالب 1 عسل. حط 1 1 1 0 سالب 1 وسالب 1 سالب 2، ماشي. نروح نرسم. حاضر. 0 هيبقى قصادها سالب 1 اهو.
وبعد كده الواحد معاه صفر اهو، بعد كده سالب واحد معاها سالب 2 صح؟ فين سالب واحد؟ ادي سالب واحد معاها سالب 2 هنا كده اهو، وهوب شد خط عم احمد هوبا 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 وطلع لفوق ونازله لتحت. طب ليه هنا مديناها وهنا ما مديناهاش؟ مين يعرف يقول لي؟ عشان هنا الراجل مديك فتره من عند سالب واحد واثنين وتقف عندهم بس، انما هنا كان فيها ح فماشيه. بس لو انت عملت السؤال ده كده في غلطه هنا غلطت فيها على طول، ايه هي؟ ان الراجل هنا يا صديقي بيقول لك ح فرق الصفر، يعني تيجي عند الصفر تفتحها، فالرقم اللي قدام الصفر ده لازم تعمل عنده دايره مفتوحه، ده مهم قوي. لو عملتهاش هتبقى غلط وهتنقص، عملتها زي الفل الله يبارك لك كده حلك مظبوط جدا. هتقعد تقول لي بقى يا استاذ طب ما ايه القصه؟ يعني ايه الحدوته؟ انت كده بتخوفني يعني، ما الحاجات دي قديمه، هو انت جاي بتذلني يعني؟ تقول لي تعالى ارسم، هو انا فاضيلك؟ لا يا عم، النهارده بقى الدنيا هتبقى اريح من كده بكتير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش هجيب لك فتره واقول لك ارسم، مش هعمل لك خط اعداد ولا جدول وروح احسب بقى بالاله الحاسبه وجمع وطرح، لا لا انت كبرت على الكلام ده، انت بقيت خلاص واد عسل امور كده، كلها سنه سنتين هنشاور عليك ونقول لك ازيك يا باشمهندس، ازيك يا دكتوره، وانا نفتخر بيك وكده. خلاص انت كبرت على الكلام ده يا صديقي. هنروح بقى لقصه ثانيه، ايه هي؟ ان انت هتاخد الدوال الاساسيه اللي موجوده عندك. ايه الدوال دي بالظبط؟ ده سؤال حلو. انواع الدوال اللي عندنا، عندي داله ثابته، داله خطيه، داله تربيعيه، داله تكعيبيه، داله مقياس، وبعد كده داله كسريه، وداله كسريه الحدود طبعا اللي هي داله المقياس. الله، انا عندي 6 دوال هتعرفهم وتحفظهم وتحفظ شكلهم. احفظ. الحفظ هنا مش حفظ كحفظ نوع حفظ يعني بص حفظ صم كده او يعني ايه حفظ خام، لا يا باشا، انت بتعرف الشكل الاساسي. يعني بمعنى اصح احنا عندنا الدوال اللي بتبدا بيه الثابته. الداله الثابته اللي هي داله الارقام، بنرسمها ازاي من ابو اخر؟ داله الارقام قدامك يا اما رقم بالموجب يا اما رقم بالسالب، ودي حاجه لذيذه جدا في اللذيذ منه. سيبك من الكلام ده، موجود معاك في المذكره انا هقراه لك دلوقتي، بس بحب ان انا اشرح. راجل يقول لك في بدايه الكلام يا صديقي يا محترم، اذا كانت داله س بتساوي الف، والالف ده على حسب اشارته اللي هنا، موجب يبقى موجب، سالب يبقى سالب. بنرسمه ازاي؟ اديني مثال يا عم احمد. هاجي اقول لك داله س بتساوي 3، هترسمها ازاي؟ اول ما يجي لك رقم في الداله الثابته يا صديقي، هنا داله س اللي هي قيمه الصاد، هو جه عند الصاد بس عند الكام؟ عند ال3. فتيجي يا محترم تقول لي والله عند ال3 وهوب بتشد خط يوازي محور السينات. دي رسمه الداله الثابته. احنا قلنا منها نوعين، يا اما موجب يا اما ثابت. طب لو جات لي سالب قول لي انت بقى بالله عليك، قول لي لو جت عند سالب 3 هتعمل ايه؟ قول لي واشرح لي. تقول لي يا عم احمد هاجي عند السالب 3 تحت يا عم احمد وشد خط كده وازي محور السينات. ايوه الله يبارك لك، دي اول داله موجوده عندنا الا وهي الداله الثابته. تمثل بخط افقي يوازي محور السينات عند الرقم المحدد، سواء بالموجب يبقى فوق بالسالب يبقى تحت. وشكرا يا صديقي، وهذه اول داله موجوده معانا، الداله الثابته. بتتميز ببعض المميزات. تعال نقراها. بقول لك الداله الثابته من ح حيث ح دي يعني الف ده ثابت رقم بقى، بنمثلها الالف لو موجب فوق لو سالب تحت، المدى بتاعها بيبقى الرقم ده. فلو انا جيت قلت لك هات لي المدى، احنا عرفنا الحصه اللي فاتت او من الحصص اللي فاتت المدى في الداله الثابته بيبقى الرقم ده اللي هو 3. خد بالك هنا مفيش دايره مفتوحه، انا حاططها لك بس عشان محدش يقول لك دايره مفتوحه وبتاع ودماغك تسرح، لا انا باخد المدى في الداله الثابته بيبقى الرقم اللي هنا ده كده. ماشي، الداله دي نوعها ثابته، ماشي. انا عايز المجال بتاعها، المجال بتاعها بيبقى خلاص ما بينزل على الكلام ده كله. الداله دي زوجيه عشان متماثله حول محور الصادات، واحنا عرفنا ان متماثله حول محور الصادات بيقسمها جزئين 2 تبقى داله زوجيه، نقطه الاصل تبقى دي داله فرديه ليست احاديه طبعا. وخلاص على كده خش على النوع الثاني بقى المهم الا وهو الداله الخطيه. طب ليه يا استاذ احمد بيقولوا عليها الداله الخطيه؟ ليه؟ ما انت لازم تكون فاهم، ما تكونش عمال بتحفظ وخلاص. الداله الخطيه تسمى داله خطيه عشان هي داله من الدرجه الاولى، وداله من الدرجه الاولى يا دكاتره علشان اكبر درجه فيها والاس بتاعها 1 فسميناها داله من الدرجه الاولى. وداله خطيه عشان عند تمثيلها بياني تمثل بخط مستقيم. بس عرفت ليه بقى بنقول عليها داله خطيه؟ ما انت لازم تكون فاهم يا ابني. مجيش حد يضحك عليك خد ياض احفظ وبتاع واجري اقلب، لا. الرياضه ماده فهم، ماده تطبيق مع الممارسه، لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه وتطبق عليه. كمل. الداله من الدرجه الاولى هي الداله الخطيه، طبعا من ح الى ح، رسمتها زي رسمك من اللي هنا ده كده. الداله الخطيه بتيجي في شكل من الاثنين يا موجب يا سالب. اجي اقول لك مثلا داله س بتساوي س، واجي اقول لك برضو يا صديقي يا محترم داله س تساوي سالب س. جات لي موجب جات لي سالب، اعمل ايه؟ تعالى اقول لك بص بقى اهو، انا داله السين اهي يا محترمين. ماشي، بترسم بخط
يمر بنقطه الاصل. ازاي يا عم احمد كده اهو؟ بص امسك في ده وانزل من هنا، يمر بنقطه الاصل بس يا باشا اهو، يمر بنقطه الاصل. دي الرسمه الاساسيه. انت النهارده بتاخد ايه؟ بتاخد الرسم الخام الاساسي. اول ما جم اخترعوا الدوال كلها بتاخد الرسمه الاساسيه بتاعتها. طب يا استاذ احمد لو جه معاها زائد واحد ناقص الواحد ضربتها في 2، دي اسمها التحويلات الهندسيه وهناخدها الحصه اللي جايه. فلازم النهارده نعدي على الاساس، على الستاندر، على البدايه. هم بداوا رسم الدوال ازاي؟ بتاخد انت النهارده البدايات، واهم حاجه في البدايات حلاوتها، طعمتها، جمال البدايات. عندنا جمال البدايات في الرياضيات اللي هو التاسيس. فالنهارده انت بتتاسس في الرسومات، تاخد الاساس. الحصه اللي جايه هتبني عليه بقى، زود رقم، اطرح رقم، اضرب في 2، الدلع ده كله. فالنهارده الاساس ان الداله الحامل ده ماله مضايقنا ليه؟ امشي يا عم من هنا. طيب الاساس في الداله الخطيه انها يعني بص خط يمر بنقطه الاصل. طب لو فيها سالب هنعكسها بقى، يعني اي حاجه اعكس اصل الداله، مش هو كان جاي هنا يمر بالعكس يا باشا، بس خلاص. دي الرسمه. انا بقى الحصه اللي جايه هديك تحويله، اقول لك يا باشا اطلع لفوق انزل لتحت خد لي رقم، ده اسمه التحويلات. المدى بتاعها بيكون ح فعلا عشان نازل لتحت وطالع لفوق، فاخدت محور الصادات كله. طبعا الداله دي كلها تزايديه، الداله فرديه عشان متماثله حول نقطه الاصل. هي هنا بس دي. طب لو زودت معاها رقم طرحت منها رقم، لا العمليه بتختلف. ماشي، داله احاديه. طب تعالى بقى لحبيبتنا والطعامه واللي انت عارفها من ابتدائي، اللي هي الداله التربيعيه او منحنى الداله التربيعيه. يبقى اول حاجه درسنا الداله الثابته تمثل برقم، بعد كده درسنا الداله الخطيه تمر بنقطه الاصل، بعد كده الداله التربيعيه. الداله التربيعيه داله من الدرجه الثانيه عشان كده بنسميها تربيعيه. بتبقى عباره برضو عن داله س تساوي س اس 2. وانا عايزك تسرح بخيالك. اسرح بخيالي يعني ايه يا عم احمد؟ يعني انا بقى بعد كده هجيب لك س اس 2 زائد الواحد، س اس 2 ناقص الواحد، 2 س تربيع زائد الخمسه، حطها لي في قوس كده حلو مدلع. الله، ما النهارده احنا بنعمل ايه؟ احنا النهارده بناخد الماده الخام للداله التربيعيه. الاساس يا جدعان، الاساس البدايه. بدايه رسمه الداله التربيعيه هي عباره عن منحنى يمر بنقطه الاصل. كده يا صديقي يا محترم، هوبا لا هوبا، دي رسمه الداله التربيعيه. طبعا من ح الى ح يعني اخذت كل محور السينات بس. طب يا عم احمد لو كانت بالسالب، ده بقى الانعكاس، ده اللي احنا هندرسه الحصه الجايه برضه اهو. هوب اقلب. يبقى انا النهارده بعلمك اساس الرسمه، كل شويه هقول لك الاساس او البدايه او نشاه الدوال التربيعيه. بعد كده يا اصدقائي هناخد تحويلات، ده الحصه الجايه هزود هطرح اللعبه دي بقى. ماشي، ده رسمه الداله التربيعيه. المدى بتاعها من صفر الى ما لا نهايه، خلي بالك من صفر لما لا نهايه عشان طالع لفوق. الداله دي تناقصيه، الفرع ده بينقص من سالب من هنا لحد صفر، وهنا تزايديه. الكلام ده هنتكلم في الحصه الجايه كتير. الداله دي زوجيه عشان متماثله حول محور الصادات. خلي بالك يا جماعه الاصل احنا بناخد الاصل، الحاجات دي مش تتحفظ واروح الحصه الجايه اخد اغير في اصل الداله تقول لي ما هي، لا احنا كل داله بتختلف. بس دي رسمه الداله التربيعيه. نروح بقى لداله جديده علينا، داله حلوه زياده كده، داله تكعيبيه. يبقى خدنا الداله الثابته، الداله الخطيه، الداله التربيعيه. الحاجات دي مهمه جدا جدا تكون مذاكرها وعارفها وحافظها. حافظ الشكل، حافظ مرسوم في دماغك. ايه رسمه الداله التكعيبيه؟ هي داله من الدرجه الثالثه عشان كده سماها داله تكعيبيه. تبقى عباره عن كده يا صديقي، داله س تساوي س اس 3. ماشي، بص بقى هي اخت الداله التربيعيه بس زعلت منها ليه؟ جيت اقول لك انت جيت خدت منحنى كده، انا مش هكمله بقى، لا ولكن هنزل تحت حته فوق حته تحت، داله تكعيبيه، حته فوق حته تحت، داله تكعيبيه. بناخد الاساس، بناخد بدايه نشاه الداله التكعيبيه هكذا اهو. بص يا صديقي، ربع فوق ربع تحت، دي اسمها داله تكعيبيه، بس رسمتها كده. طبعا دي داله تزايديه على طول زي ما انت شايف كده. المدى بتاعها بيكون ح عشان اخذت محور السينات من تحت لفوق، محور الصادات اسف من تحت لفوق، وطبعا المجال بتاعها ح برضو تزايديه على مجالها. الداله دي نوعها فرديه عشان متماثله حول نقطه الاصل. برضه يا رجاله عايز انوه على حاجه، الحاجات دي ما حدش يحفظها، ما حدش يشوف اول ما يشوف داله تكعيبيه يقول لك اهو، لا الحاجات دي او الخواص دي خواص قائمه فقط على الداله التكعيبيه التي تمر بنقطه الاصل فقط، اللي هي س تكعيب، ما فيش معاها قدامها رقم وراها رقم مش محطوطه في قوس، لا ده كده الماده الخام للداله التكعيبيه اساسها فقط. ماشي، نروح بعد كده نوع جديد بقى اسمه داله المقياس. انت عارف شكل داله المقياس، الراجل يقول لك داله س بتساوي مقياس س اهو، داله كده يا صديقي، داله س تساوي مقياس س. انا عايز اعرف رسم داله المقياس اهو،
بص يا صديقي، دي رسمه داله المقياس. هوب بنشد فرع من هنا وفرع من هنا. طب ليه بنعمله كده؟ عشان المقياس عند تعريفه يطلع بجزء موجب وجزء سالب. جزء موجب اكبر من صفر، جزء سالب اصغر من صفر. هو اصلا بيبقى داله خطيه، يعني انت شايف دي داله س. فلما نيجي نعملها اعاده تعريف زي ما احنا عاملين كده، هيطلع مره س ومره سالب س. هنا س اكبر من او يساوي صفر، وهنا س اصغر من صفر. اعتمادا على رسم الداله الخطيه. فاكر احنا كنا بنرسمها ازاي؟ خط كده يمر بنقطه الاصل. جدع. بس يجي الراجل يقول لك لا 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 لا، بص بقى انا عايز اللي اكبر من صفر. يعني ما اخدش الحته دي بالظبط، اخرك هنا كده عند الصفر اهو. والجزء الثاني هيبقى العكسه بقى، ماشي من هنا ماشي، بس استنى، الراجل قال لك انا عايز اللي اصغر من صفر، يعني الجزء ده كده هوبا. فعشان كده رسم داله المقياس بتبقى عامله على السبعه كده. 7 تمر بنقطه الاصل. طب لو المقياس قدامه سالب، بره هنا سالب كده، لا بنعكس بقى الكلام. بص تبقى نازله لتحت. اي انعكاس ده هناخده الحصه الجايه. اي بقى في سالب اتغير في شكل الرسمه تعكسها. تشوف هي كانت مثلا داله تكعيبيه كده، لا يبقى الثانيه عكسها لو في سالب. يبقى دلوقتي تعال نقول كمان مره. درسنا الداله الثابته، درسنا الداله الخطيه، داله التربيعيه، داله المقياس، والداله التكعيبيه. دول كده 5. يفضل لك اخر واحده معانا وكده درسك خلص على فكره. اللي هو داله الداله الايه؟ الاسيه، الداله الايه؟ الاساس، لا الداله الايه؟ الكسريه. الداله الكسريه او داله الكسر، اللي هو 1 على السين يعني. رسمتها بتبقى عامله ازاي يا دكاتره؟ اهو بص، داله س 1 على س. طبعا الداله الاساسيه يعني الاصل بتاعها. بص رسمتها بتبقى رسمه عبيطه شويه. اللي هو ايه؟ بص بنبدا من فوق هنا، ما بنقطعش محور الصادات، ما بنروحش عند المحور. بص بتبدا من فوق هوبا هوبا هوبا، انزل 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 وتقرب من محور السينات وتبعد. تقترب من محور السينات، ولكن لا تقطع المحاور، لا تقطع محور الصادات ولا تقطع محور السينات. ليه؟ عشان هنا ملهاش قيمه صفريه. لو انا جيت حطيت هنا صفر مش هينفع، ينفع حاجه 1 على صفر، ما ينفعش. فاذا هي تقترب من محور الصادات مرورا بتقترب من محور السينات. لا تقطع محور السينات ولا تقطع محور الصادات، وخلي بالك من دي. وفي جزء تاني برضو هنا قبال هوب هوب يقترب 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 وهوب يقترب من هنا، لا يقطع محور السينات ولا يقطع محور الصادات، وخلي بالك منها. شفت الرسمه؟ طبعا احنا بنعملها بايدينا كروكي بس كده بس. نظر الاقتراب كل من جزئين منحنى حول المحورين لا يقطعها. اذا كان المحور مش عارف ايه المدى والاضطراب بتاعها. المدى بتاعها ح فرق الصفر، ما بتاخدش الصفر. والمجال بتاعها ح فرق الصفر. الداله دي تناقصيه، الفرع ده بينقص، الفرع ده بينقص على حسب. داله فرديه عشان متماثله حول محور الصادات اللي هنا زي اللي هنا، نقطه الاصل اللي هنا زي اللي هنا. تخيل بقى يا صديقي يا محترم ان انا كده خلصت. هقول لك ارسم بقى ان انا كده الدرس خلص، والله العظيم والله العظيم الدرس خلص. بس تعالى بقى عمك احمد يعمل لك ملخص الدرس. اول حاجه انا معايا داله اسمها داله ثابته. رسمه الداله الثابته ازاي يا جدعان؟ بتبقى رقم، الرقم ده لو بالموجب بيتحط فوق اهو من هنا كده، ده لو موجب، ولو سالب بتحط الرقم او رسمه من تحت. ماشي، دي الداله الثابته. بعد كده يا رجاله معايا داله اسمها داله خطيه، عشان داله من الدرجه الاولى عند تمثيلها تمثل بخط مستقيم. داله خطيه يا رجاله اللي هي داله س، بتتكتب كده بقى، داله س تساوي س بس. لما بنيجي نمثلها بنمثلها من هنا كده يا صديقي. ماشي، وخلي بالك ان دي ح. لما لو قال لك اكبر من صفر تاخد اللي فوق بس، اصغر من صفر وهكذا. طيب لو جت قدامها سالب، خلي بالك من الكلام ده لازم تكون عارف اهو. لو جه قدامها سالب تعكس الرسم خالص يا صديقي، يبقى من هنا وهنا. طيب دي كده الداله الخطيه. ماشي، ده كلام جميل قوي. رحنا بعد كده يا صديقي على داله احنا عارفينها اسمها داله تربيعيه. وبرده الداله التربيعيه يجي الراجل يجي يقول لك مثلا داله س تساوي س اس 2. رسمتها عامله ازاي؟ راجع معايا يا دكتور، يلا قول لي. رسمتها يا استاذ منحنى هنا يمر بنقطه الاصل، هوبا 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 جايه كده. طيب لو جه عكسها هعكسها. لو جه حط لي السالب بره، سالب س اس 2. رسمتها ازاي يا عم احمد؟ هتكون برده عامله كده يا صديقي. بص هتقوم جاي قالب لتحت. يبقى فايده السالب ده اللي هو انا بعمل انعكاس، بعكس الرسمه، بعكسها على طول. ماشي. بنروح بعد كده للداله الرابعه عندنا اللي هي اسمها داله تكعيبيه اهو. داله تكعيبيه، ايوه. بنرسمها ازاي؟ اهو لها رسمتين. لو هي بالموجب اهو تقوم جايه عامله كده اهو، هوب نازله. ديت لما يكون داله س تساوي س اس 3. طيب لو داله س بقى بالسالب، سالب س اس 3، الرسمه هتتعكس.
تعكس ازاي يا عم احمد؟ بص بص اعمل منحنى كده وهوب اقلبه لتحت. ده رسمه الداله التكعيبيه. طيب الداله اللي بعدها اللي هي داله المقياس، قلت لك عليه داله اهو داله المقياس. المقياس يا عم احمد يجي يقول لي مثلا داله س بتساوي مقياس س كده. طب داله المقياس رسمتها عامله ازاي؟ هوب فرع طالع كده وفرع طالع كده، بس في اللذيذ منه. طيب اللي بعد كده لو جات لك سالب داله س، خلي بالك السالب بره، سالب مقياس س السالب بره، هوب اعكس انزل لتحت يا معلم، بس خلصنا. نروح بقى بعد كده للرسمه الاخيره اللي هي داله الكسر. وداله الكسر مثلا هي 1 على س، رسمتها برضو يا هندسه بص 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 بتكون عامله كده هوبا هوبا وخلاص عليك. عارف حرف ال بس هو مش ال، يعني هو جاي ايه بمنحنى كده، بس لا يقطع المحاور، خلي بالك من دي قوي، لا يقطع المحاور. طيب لو هي بقى قدامها سالب، تعالى اقول لك، اجي اقول لك مثلا داله س تساوي سالب 1 على س، مين الشاطر اللي هيرسم؟ هتقول لي زيها يا عم احمد بس اعكس، تبقى اللمه الثانيه هوب جاي كده هوب جاي كده. تخيل بقى يا صديقي ان انا كده خلصت معاك الرسومات كلها، ومن هنا اقدر اقول لك ان الحصه خلصت. حضرتك جاي النهارده تتعلم التمثيل البياني، ان انت هتتعلم اصل الرسومات. كانت اصلها ايه؟ اول ما عملنا نشأة للرسومات، عملنا الرسومات الاصليه، الخام، البدايه والبدايات. انما بقى معاها زيادات قدام وورا بقى، وهضرب هنا وهضرب هنا وهقسم على الارقام والقصه دي كلها، دي اسمها التحويلات، وده موضوع الحصه اللي جايه ان شاء الله. من هنا يا اصدقائي نقدر نقول ان شرح الدرس ده كده خلص. هو درس بسيط جدا بيعلمك النهارده ازاي ارسم او ازاي ان انا ابدا مع الرسومات. مهم جدا 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 بعد الشرح التطبيق، وزي ما قلت لك الرياضيات ماده شرح وفهم وتطبيق، لازم تطبيق ولازم تمارس بايدك. فبالله عليك تفتح لي بقى الكتاب سواء موجود مع حضرتك او مش موجود معاك، البي دي اف موجود، او لو انت طالب معانا على اليوتيوب اتفضل ادى السؤال اكتبه قدامك ونبدا نحله مع بعض. طب لو في حاجه مش واضحه اوضحه لك. الراجل بيقول لك ارسم مثل بياني داله س تساوي داله معرفه باكثر من قاعده 1 على س ومعاها مقياس س. طيب هنا س اقل من صفر وهنا س اكبر من او يساوي صفر. واحد يجي يقول لي طيب دول رسمتين اتنين، اقول له حلو، حلو جدا، رسمتين اتنين هيترسموا هما الاتنين في نفس الرسمه؟ ايوه. برسم دي لوحدها ودي لوحدها على نفس الرسمه اهو. انا بعمل بقى شبكه تربيعيه واجي ارسم. اول حاجه اسال نفسي يا وادي حماده، هي 1 على س داله ايه؟ داله الكسر يا مستر، صح. موجب ولا سالب؟ لا موجب. رسمتك كانت عامله ازاي؟ تروح بقى في خيالك تستنتج كده وتجيب الرسمه. يا عم احمد كان بيقول لي واحده فرع من هنا وفرع من هنا، برافو. فده اللي انا هعمله، هاجي بقى بص، او لو سالب هعكسها لما تاني، فهوب هوب 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 بس. والفرع الثاني اهو هوب 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 بس استنى. نعم كان هنا في رسمه الداله الكسريه لازم من ايه ح تقول صفر الح، يعني كل خط الاعداد، فكان بياخد فرعين. هنا بقى الراجل يلعب معاك لعبه بسيطه جدا، يقول لك لا استنى بقى يا حماده، نعم انا عايز الفرع اللي اقل من صفر. في ناس ما بتعرفش تقرا العلامه دي اقل واكبر. انا بقى بقول لك حاجه جميله جدا، هو في فرع يبقى يمين وفي فرع شمال، اي رسمه في الدنيا هو بيجي ياخد حته واحده، يقول لك انا عايز الحته اللي جايه هنا، فهمتني بقى، اللي هو اصغر من صفر الجزء ده. يعني ايه؟ يعني معنى كده يا صديقي ما تاخدش ده يا راجل، والله العظيم ترسم الجزء ده بس. يعني لو ما حطش الشرط ده اخد الجزئين، ايوه. هو بقى في داله المعرفه باكثر من قاعده دي بياخد واحده بس، فاعمل حسابك. طب انت بقى مش عارف الاكبر والاصغر، امشي مع العلامه. هي العلامه ماشيه ازاي؟ العلامه ماشيه كده، يبقى خد الحته اللي هنا. طيب تعالى بقى بص على المقياس، ده رسمه المقياس، انا عارفها، دي رسمه السبعه، لو موجب فوق ولو تحت بقى اعكسها. دي رسمه السبعه، فاجي عند الصفر نقط يا صديقي، هوبا شد خط كده، هوبا شد خط كده. برافو قوي، برافو جدا. تعالى بقى، نعم هو هياخد الفرعين ولا فرع واحد؟ قايل لك الاكبر من او يساوي الصفر. يعني ايه؟ يعني انا مش عايز الفرع ده يا راجل، والله العظيم. ايه ده؟ هو انا هسيب الرسم على كده؟ بالظبط. وخلي بالك ان الصفر هنا مقفول عشان فيه يساوي اهو. بسيب الرسم على كده؟ ايوه بتسيبها على كده. انت بتتكلم بجد؟ والله العظيم. هو ده شكل الرسمه؟ هو ده بقى. لان انا هجيب لك رسمتين داخلين في بعض، ودي اسمها داله مجزأة المجال او المعرفه باكثر من قاعده. انا حر اشكلهم، اجيب واحده من هنا مع واحده من هنا، رسمه كده مع رسمه، انا حر يا حبيبي. هو ده الدرس بقى. بس الراجل مش هيسيبك، يقول لك لا 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 لا، تعالى يا حماده، نعم من الرسم هات لي بقى شويه الحاجات دي، هات المجال. عينيا، يا سلام. انا عشان كده قلت لك الناس اللي خايفين من المجال والمدى ما يخافوش بقى. في الدرسين الاثنين دول هنفرم، بص هفرم لك المجال والمدى خالص كده.
المجال والمدى والاضطراد والزوجيه والفرديه والاحاديه. بص الليله دي كلها في درس النهارده، درس الحصه اللي جايه هنفرمه فرم، ما تخافش، وهنحل اسئله كتير جدا. اول حاجه يا اصدقائي هنيجي نتكلم في المجال. يلا نعيد. المجال هو فتره عمل الداله على محور السينات، او الارقام التي تعوض او تحقق الداله من قيم س. يعني ايه الارقام من قيم س؟ انا اروح اعوض عنها والداله يطلع لها قيمه معرفه. فلما اجي اشوف المجال هلاقي الرسمه اللي بالحمراء دي كل ده اخذت محور السينات، بس ما بتجيش عند الصفر، ما اخذتش صفر. ماشي، يبقى من سالب بلا نهايه لحد الصفر. بس خدت الفرع الازرق، خد معايا الصفر ومشي. الله، يعني المجال هنا كله فانا بشوف الرسمه كلها مش حته واحده، الحته دي اخرها فين ودي كملت معاها ولا لا. فانا باخد الرسمه من اولها لاخرها، فالجزء ده فعلا واخد من سالب بلا نهايه هوب جه وقف هنا، ما راحش عند الصفر، بس دي خدت الصفر معاه، يبقى ده ماشي يا عم احمد. طب المدى يا عم احمد، قول لي انت بقى بالله عليك يا قلب عم احمد، يا صديقي اللي بحبك في الله، شغل يد البصله وفوق معايا. بصله ما تبقاش بصله كده نقعد نخرطها ونقطعها، لا، البصله اللي هنا دي كده محتاجه تصحصح معانا. يلا بينا. المدى فتره عمل الداله على محور الصادات. هذه الداله اخذت جزء قد ايه من محور الصادات؟ تعال نشوف. والله يا عم احمد انا شايف ان دي كده هوبا خدت من تحت لحد ما جت عند الصفر وقفت، يبقى من سالب من هذا الصفر جدع، بس دي خدت الصفر وطلعت، يبقى برضو المجال هنا انا اسف المدى هنا تخيل الصفر ما اتاخدش في واحده بس اتاخد في الثانيه، اهو مقفول اهو. ماشي، طب احنا كده عرفنا مجال ومدى، انا عاوز بقى اعرف ايه الاضطراد. حاضر، وما هو الاضطراد يا استاذ احمد؟ الاضطراد يا صديقي هي فترات تزايد فترات ثبوت وتزايد وتناقص الداله. يا ترى الرسمه اللي قدامك دي بتزيد فين؟ بتقل فين؟ وثابته فين؟ تعال نشوف. لو انا جيت بصيت عم احمد قايل لي خد ايدك الشمال وادخل، هوبا الفرع ده كده مش ثابت يا واد، ده جاي بكيرف. اوعى حد يقول لك دي ثابته، لا ده جاي بكيرف كده، ده بينقص، يبقى انا هنا عندي تناقص. ده كلام جميل جدا، بس منين؟ تناقص من عندي سالب ما لا نهايه لحد صفر، فتروح تقول له من سالب ما لا نهايه يا صديقي لحد صفر فتره مفتوحه. طيب الفرع ده من عند صفر وطالع لفوق، يبقى هنا في تزايد اهو، فاقول له برضو هنا يا صديقي تزايد من عند صفر هنا لحد ما لا نهايه وعلى طول مفتوح. واحد يقول لك ما هو الصفر مقفول، لا، الصفر هنا يعتبر فاصل ما بين التزايد والتناقص، ولا هو مفتوح ولا انا هحسبه مع التزام، ما هو موجود، فعلى طول قلنا لحضرتك فترات الاضطراد على طول مفتوحه، تفيدح على طول. ده كلام لذيذ جدا. اروح بقى ابحث نوعها من حيث كونها زوجيه ولا فرديه. طيب انا هعرفك حاجه، الزوجيه بيبقوا فرعين الاثنين قصاد بعض زي ما احنا قلنا، الفرديه واحده فوق واحده تحت. اول ما تشوف في اختلاف من الرسمه، ما هو لازم يبقى في تماثل، والتماثل دول يا جماعه حاجه اطبقها على بعض، ده مفهوم التماثل، حاجتين زي بعض بالظبط، مفيش سنتي زياده ولا سنتي نقصان ولا حته مفتوحه ولا حته مقفول، لا، هذا هو التماثل. فلما اجي ابص ايه ده الداله مختلفه عن بعضها، مش شكل بعض. اول ما تلاقي في حاجه غريبه تروح تقول له لا انا اسف هذه الداله ليست زوجيه، وبالتالي ليست فرديه. ايه رايك بقى في الدلع ده؟ سؤال لذيذ، سؤال ممتع. هترسم، وبعد ما ترسم طلع مجال، طلع مدى، طلع اضطراد، طلع نوع. بس الكلام ده هنطبق عليه اكتر زي ما بقول لك الحصه اللي جايه، ونحل عليه مسائل كتير جدا، ولكن النهارده احنا بنديك الاساس فقط. طب السؤال هيجي لي ازاي؟ سواء اختر بقى سواء مقالي، هيجي لك حاجه زي دي ما تقلقش، بس السؤال ده بيجي مقالي على طول في الامتحانات، وبيجي رسمه كمان واحده. عم احمد عينيا الاثنين، اتفضل يلا تعال نحل. احنا اتعلمنا بقى، بشوف اول داله نوعها ايه، دي داله تكعيبيه، او انا بقى مستحضر كده في خيالي رسمه الداله التكعيبيه، عشان كده قلت لك لازم تحفظ شكل رسمه الداله. الداله التكعيبيه بتكون عامله كده، برافو، يلا بينا قدامها موجب اهو، فهبدا من الربع ده اوبا وهوب بينزل لتحت. ماشي، استنى بقى، عم احمد قايل لي ممكن الرسمه اللي قدامك تبقى فرع واحد. تعالى نشوف، فعلا ده فرع واحد، اليمين ولا الشمال؟ يا استاذ احمد دي جايه كده يعني واخد الفرع اللي هنا، معنى كده ان هو دي مش عايزه، الحته دي هوبا بس كده. الصفر هنا فيه يساوي، لا، يبقى فتره مفتوحه، خلي بالك من دي قوي، كتير بيغلطوا فيها، دي الصفر هنا مفتوح ما فيش يساوي. طيب تعالى على الثانيه، دي داله ايه؟ دي داله خطيه حلوه، قدامها موجب، يبقى هي جايه كده يا عم احمد، اوبا اكمل، لا مش عايز اشد انا الخط بقى، ليه؟ عشان هو قال لك الاكبر من صفر، خلي ايدك سريعه.
الاكبر من صفر يعني خد الفرع اللي هنا، خلصنا. والصفر برضو مفتوح. الله، رص لي برضو يا استاذ احمد الحاجات اللي احنا عايزينها. المجال، حاضر يلا بينا. المجال ايه؟ لو انا شايف كل ده الفرع ده كده واخد محور السينات كله وجه صفر مفتوح وده كمل، يبقى معنى كده ان المجال ح فرق مجموعة الصفر. اخد كل الخط ما عدا الصفر. طب المدى، من الشاطر اللي هيقول لي؟ اقول لك انا المدى. ها الشاطر، ها اتفضل. الاستاذ اللي قاعد هناك ده، اتفضل انت اللي نايم، انت اصحى وسيب اللي في ايدك وصحصح معايا. قول يلا، قول. بص قول، بدل ما يعني ايه انت عارف ايه اللي هيحصل لك، تيت على طول. قول يلا المدى هنا ايه؟ قول. انت فاكرني مش شايفك؟ انت بتضحك ليه؟ انت فاكرني مش شايفك؟ انا شايفك بقلبي. انا كل طالب قاعد قدامي شايفه بقلبي عشان كلهم حبايبي وفي قلبي. ها خد قلبي يا واد، ماي هارت، انت ماي لاف، بحبك. ياد اصحى، اصحى وفوق ياد واشتغل. الرياضه ياد ممارسه. الاستاذ مش قاعد كده قدام الشاشه، ظاهره لك الشاشه كده طالع لك من تلفزيون عمال بكلمك وي 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 وي. لا خالص، لا. الرياضه محتاجه ممارسه، تكون شغال معايا، مارس الرياضه. ها وطبق وطلع ورقه وقلم وحل ورايا كده واشتغل. هتطلع من الحصه اقسم بالله فارم الحصه كلها. مش محتاج سؤال من حد. اشتغل يا ابني وفوق، اصحى لنفسك يا ابني وشغل البصره شويه واصحى. سبحان الله وبحمده. المدى يا استاذ بيبدا من محور الصادات، اطلع 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 لحد الصفر مفتوح، اطلع 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 اطلع. الله، يبقى المدى برضو هنا ح باللون الاحمر اهو، ح برضو وشيل لي منها مجموعه الصفر. المقصود بح يا اخواتي يعني الفتره من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، يعني جميع الخط، بس في حاجه مفتوحه اشيلها منها. طيب هذا المدى. هنروح بعد كده للاضطراد. وما المفهوم او المقصود بالاضطراد؟ المقصود بالاضطراد هو فترات التي تكون فيها الداله ثابته او تزايديه او تناقصيه. مفيش خط كده خلاص. لو انا باصص الفرع ده بيزيد، اوبا بيزيد، والفرع ده بيزيد، فاذا هذه الداله تزايديه. في بعض الناس تقول لك تزايديه على مجالها، ولا واحد يسالني يعني ايه تزايديه على مجالها؟ يعني ايه تزايديه في المجال ده، في المجال اللي هو من اللي احنا جبناه. في بعض الناس يكتبوها بطريقه ثانيه، يقول لك تزايديه لازم تعملها لي فترتين، ماليش دعوه. فتبدا من هنا من سالب ما لا نهايه لحد الصفر، فتقول له من سالب ما لا نهايه لحد الصفر، برضه فتره مفتوحه. طب ليه؟ عشان التزايد والتناقص والثبوت بيبقى على محور السينات. بتشوف انت اخدت ايه من محور السينات. او اتحاد يا عم. الفتره الثانيه من صفر لما لا نهايه، حاضر، او من صفر لما لا نهايه. بس ممكن تلاقيها مكتوبه كده صح، او مكتوبه متزايده على مجالها صح، او ممكن متزايده في الفتره من ح فرق صح، بقى كله صح. طيب النوع بقى، النوع ده اسمه النوع اللي هو نوعها الزوجيه ولا فرديه ولا ايه بالظبط. راح اقول له استاذ احمد قال لك في فرع هنا في قصاده، لا دول شكل واحد. يقول لك طب ما واحده فوق واحده تحت في ربعين اتنين متقابلين، دي فرديه. قال لك لا هو ده كده الكيرف ده زي ده بالظبط. لا يا حبيبي. فتروح تقول له خلاص هذه الداله ليست زوجيه عشان مش متماثله حول الصادات، وايضا ليست فرديه عشان مش متماثله حول نقطه الاصل. ده مش الشكل ده بالظبط. لا عليك، شفت لذاذه وطعامه احلى من كده؟ حصه الرياضه لازم تبقى حصه فرفوشه، حصه لذيذه، حصه ممتعه، تطلع منها حاسس انت استفدت حاجه كده. اصدقائي الحصه اللي جايه هنكمل احنا بقى، يعني الحصه اللي جايه تلاقي التحويلات دي كلها تبقى حصه تقيله، كلها حصه رسومات. فلازم حصه النهارده تبقى متقنها كويس قوي قوي قوي، ومذاكر الاجزاء اللي احنا قلناها والاشكال الرئيسيه تكون عارفها. عشان كده مش هطول عليك في الحصه اصلا، بس تعالى خد لك سؤالين كده في السريع منه، يعني اختر من مقاسيه المعاصر. دالة س بتساوي 5، المجال بتاعها ايه؟ من غير ما تفكر تقول له مجال ح. ليه يا عم احمد؟ خلي بالك دي داله لما باجي ارسمها بتبقى داله كده زي ما انا قلت لك ماشيه كده اهي 5 اهي، المجال بتاعها ح. فخلاص. طب لو دي بقى نفسها برضو اهو 7، فين 7 يا عم احمد؟ اهي دي 7. هنا بقى انا عاوز المدى. اوبا. لا اصحى بقى معايا، اصحى بقى، اوعى يضحك عليك. هنا المدى، هنا مجموعه السبعه. عشان المدى يا اصدقائي، لا المدى اخذ منين؟ من محور الصادات، هو الرقم ده فقط. يبقى المدى هنا مجموعه 7. فتفرق ما بين انت عايز مجال ولا عايز مدى. ده مهم جدا يا صديقي. بعد كده خلاص كده يا صديقي، توته خلصت الحدوته. الديك أذن خلاص، والصبح طلع، والنهار طلع علينا، وحصتنا خلصت. كده يا صديقي فاضل لك معايا حل أسئلة كتاب المعاصر. عايز تكمل معايا حل أسئلة كتاب المعاصر وأهم الأفكار في اختر، هتكون موجودة مع حضرتك على المنصة. وطلب المنصة
هينزل لك واجب ان شاء الله. طلاب المنصه بتوعنا الكتاب بتاعنا موجود، تبدا تشوف الدرس بتاعك اللي هو الدرس الرابع، تبدا تحل الاسئله الموجوده عليه، والواجب بيكون اختر وبيكون مقالي عشان طلاب الازهر بنهتم بيهم جدا معانا على المنصه، بنبدا نحلهم اسئله المقالي. بينزل لك بعد كده حل اسئله المعاصر اختر، والدرس ده فيه كام فكره كده في اسئله المعاصر جميله جدا جدا جدا. حضرتك عايز تتابع الحل سواء حل الامتحان وحل كتاب المعاصر، اتفضل بقى روح على المنصه. توته توته، خلصت الحدوته، خلص درس النهارده، اسيبكم في رعايه الله.